المشهد بتاع ضربه الجزاء بتاعه تريزيجيه وانت شايف 2 لعيبه بيسخنوا من الزمالك قبل ما الكره تتسجل، ده مشهد كافي ان فريرا يمشي. يعني انت سايب فريق بدنيا منهار على مدار شوط، جه فيك التعادل، انت رغم كل ده مش شايف ان في مشكله. بدا يبان ان في مشكله لما ضربه جزاء للاهلي فقوم 2 ينزلوا بشكل فوري، لانه خاف من 2-1 اللي هي حصلت، فلازم يكون في رد فعل بعدها. ده مدرب مش قاري اي حاجه في الملعب. صحيح. انا كنت بقول دايما بعد المباريات اللي فاتت حتى مع التباين في مستوى الزمالك ان الراجل هنا بيقول للجمهور الحقيقه ان انا كنت وحش وان انا عندي 1 2 3 4 5 بغض النظر عن كونه كويس او لا. ده حقيقي، كل مره بيتكلم صح، بيتكلم باللي حصل. انت رد فعلك كمدرب ايه على المباريات دي؟ ولا حاجه. يعني بيستنى اللي جاي اللي بعديه. ده اللي كنت بقوله، اللي بعديه ايه الاخطاء اللي اتصلحت؟ مفيش. بالظبط كده. فانت مالكش رد فعل كمدرب، دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، انت تبص على التشكيله في الاول، شايف نص الملعب فيه ناصر وعبد الله ودونجا، ده يديك مؤشر ليه قبل الماتش ان الزمالك نزل يهاجم. ده الطبيعي. صحيح. طيب لو نفترض جدلا ان انت قريت وارد ان الاهلي في المباريات اللي فيها دفاع منغلق ولو بلوك بيعاني قدام المحله نوعا ما. اي فريق كان بيقفل قدام الاهلي في المباريات اللي فاتت الاهلي كان بيلاقي صعوبه عشان يوصل لمرماه، وده حقيقي. بس لمده قد ايه؟ الحاجه الثالثه، هو انت زي انبي؟ هو انت زي المحله؟ انت زي الحرس؟ انت مش ده. انا مشكلتي الاساسيه مع فريرا في المباراه دي الانبطاح. انت اول دوري، عارف ان المكسب للمباراه دي يديك فرق ويديك ثقه ويديك نفس، وعارف ان خساره المباراه دي تقلب كل حاجه. وصعب في مباراه زي دي تلعب على التعادل طول الوقت. انت جايب الجون الاول وانت مش كويس. لو حتى بنيت جدلا ان اول 10 دقائق كان ممكن تسجل جون واثنين والموضوع ينتهي، هذا غير كافي في مباراه قمه. صح. لان الاهلي هيفضل ضغطك كده طول الوقت. بعدين الراجل يتحمل جزء كبير جدا من سوء مستوى بيتزيرا. ليه؟ ايه عدد الفرص اللي جه لبيتزيرا؟ يعني بيتزيرا ده اتحط في موقف 1 على 1 كم مره عشان تقولوا انه كان وحش؟ لا يتخطى مره مرتين. يانيك فيريرا هو السبب في سوء مستوى بيتزيرا، لان انت ما صنعتش اي حاجه تخلي بيتزيرا واخد المساحه اللهم الا اول كوره وتحطه في الكوره اللي هو عملها لعدي الدباغ وما حطيتوش في موقف 1 على 1. الحاجه الثانيه اللي عين فيها مشكله كبيره جدا، شايف ناصر بيعاني، الباس بقى غلط، بقى بيتنرفز، مفيش مخرج ان حد يطلعك بالكوره بشكل ما غير ان لازم نفس جديد في الملعب. فانت حاطه وحاطط عبد الله ومراجع الفرقه كلها لورا. يعني انت مش مخلي ناصر مثلا انت في الهجمه المرتده روح على الطرف علشان الكره هتجيلك هنا. انت لما الزمالك بيقطع الكوره بيحدفها للا شيء بترجع له بنفس السرعه، يقطع الكوره يحدفها للا شيء ترجع بنفس السرعه. ده اللي كان بيحصل. الله يمسيه بالخير بقى جوزيه جوميز صديقي العزيز، كان في المواقف دي الهجمه المرتده مدروسه. صحيح. وده هيوصلنا للجزيري، لعيب غير منضبط، لعيب دخل في مشاكل مع الزمالك، لعيب له مواقف كتير غلط، لكنه لعيب على الاقل معاك لحد يناير. يعني انت موضوع زيزو انت بتكرره بنفس الطريقه، عملت منكش مش هيلعب طول ما انا موجود، خدت كلمتين فخلاص انا معايا وتمام وزي الفل. كويس. الجزيري تعالى كده حطه في مقارنه من بعيد مع محمد شريف. محمد شريف من اول الموسم ما جاش، مش موجود خالص. لكن بتيجي عند ماتش مش عشان الاسيست بس على الاقل عنصر نفسي موجود قدام الفرقه. طب عد كده مهاجمين الزمالك، عدي الدباغ ولا حاجه في الماتش، ناصر منسي ولا حاجه، عمرو ناصر نسبيا عشان الكره الاخرانيه ماشي، بس هل سيف هنا ما كانش له دور في المعادله؟ ما كانش ينفع تستفيد بيه حتى لو هو ورقه معاك على الدكه؟ هل ما يتجهزش عشان حاجه زي كده؟ فانت العين والتقييم ده بقى مفك.